القفطان الاصل تاعو منين؟ من اسيا الوسطى. وبجا قادو حتى وصل لتركيا. صح. دونك وصل لتركيا داتو الدوله العثمانيه. الدوله العثمانيه وين جات؟ جات لهنا. جات للجزائر. وعلى باس كل قفطان كان لباس تاع الرجال. وي. عندنا لو بوردو اللي كان يلبسوا وي. البكلرباي، لو نوار اللي كان يلبسوا القاضي الحنفي، كان لو نوار والمطرز كان يلبسوا القاضي مزبوط، المالكي، والانكشاريين كانوا يلبسوا القفطان الاحمر اللي شبه لو بوردو تاع البكلرباي. بعد عندنا مشكل واحد اخر، النساء يسرقوا الرجال. ومن بعد داوهم النساء. بصح لو كان نشوفوا الخريطه تاع الدوله العثمانيه تحبس في الجزائر. دونك واش جاب القفطان للها؟ شيخ طياره. واش جاب القفطان للها؟ هي دولنا الحاجه تاعنا. القفطان الجزائري. كان السلاطين العثمانيون يرتدون القفطان، الزي التقليدي المعروف بالجزائر. ويقال إن العثمانيين ادخلوه إلى الجزائر في القرن 15. كان حكراً على الرجال حتى صمت نساء الجزائر نموذجاً نسائياً خامن. وقد ساهم الانتشار الجغرافي الإسلامي إلى انتشار القفطان على مدى قرون وفي مختلف البلدان والثقافات، وكان هذا الانتشار ناتج عن التجارة والقوافل التجارية العابرة آنذاك عبر العالم العربي والإسلامي، حاملين معهم مجموعة متنوعة من المنتجات والأقمشة والأنسجة. فمكة لمكرمة أوالحج كان منطقة عبور لكثير من التجار، وكانت مدينة الجزائر العاصمة تجارية في ذلك الوقت يتبدل فيها للتجار للسلع الآتية من الشرق آسيا، الشرق أفريقيا وأوروبا. عرف القفطان منذ القدم كلباس منتشرا في مختلف أنحاء العالم وفي مناطق مختلفة منها آسيا الوسطى، بلاد فارس، إيران حالياً، والهند عندما كانت محتلة من المغول، البندقية، المملكة العثمانية، تركيا حالياً، كما ينحدر حتى العهد الأموي.